السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الكرام، اخدموا دين الله تبارك وتعالى بما تملكون وبما تستطيعون، بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بحسن البلاغ عن الله جل وعلا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالإصلاح بين الناس، بنشر الخير بين المسلمين، ببث الأمل بين المسلمين. نحن في زمان نحتاج فيه إلى رجال ورب الكعبة يخدمون دين الله ويعملون لدين الله بما يملكون وما يستطيعون. تذكروا أيها الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. تذكروا أن خيرية هذه الأمة بالدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. أيها الشباب، اخدموا دين الله، لا ترحل عن هذه الحياة قبل أن تترك بصمة حسنة يدعى لك بسببها وأنت في قبرك. أيها الكرام، دائما أقول: التضحية ما أروعها من كلمة لاقت آذانا كثيرة، لكن عز وندر أن تلاقي قلوبا حية. ما أجمل صفحات تاريخ الإنسان حين تسطر بمداد من التضحية، حينها يرحل عن الحياة وقد ترك بصمة في أفئدة الأوفياء. فاتركوا بصمة حسنة بخدمتكم لدين الله، فنحن نشرف بأن نخدم دين الله تبارك وتعالى. انشروا الخير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر الشاشات والفضائيات. ابذروا بذور الأمل وانشروها في صدور الخلق حتى يعم الأمل وحتى يعم الخير في هذه الأمة. أيها الكرام، تمسكوا بدينكم في هذا الزمان، تمسكوا بكتاب ربكم وبسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، تمسكوا بكتاب ربكم وبسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. نحن في زمان فتن، في زمان كثرت فيه البلايا والمحن، فلنحسن نشر الخير ولنقدم شيئا لدين ربنا عز وجل حتى نلقى الله تعالى وهو عنا راض